السلام عليكم محبي قناة كرة برو. جبت لكم اخوتي الكرام اخبار ولا اروع على المنتخب الوطني المغربي واللاعبين اللي اختاروا يحملوا قميص المنتخب الوطني. وهنالك اخبار مفاجئه عن ابراهيم دياز. واش بوعدي غادي يمثل المنتخب المغربي او الفرنسي؟ اول لاعب غادي نتكلم عليه وغادي نبداو به هذه الحلقه غادي يكون هو ابراهيم دياز. كما كتشوفوا اخوتي الكرام في كاس ملك اسبانيا كانت واحد المقابله اللي جمعت ما بين ريال مدريد ونادي ريال سوسيداد الاسبانيين. في هذه المقابله اللي كيهمونا اخوتي الكرام هما اللاعبين المغاربه اللي كانوا داروا مقابله جميله لا من ناحيه اكرد ولا ابراهيم دياز. ناف أكرد ما شاء الله عليه طمأن الجماهير المغربية بعد الإصابة اللي تعرض لها في المقابلة ضد فريق ليغانيس والخروج في الدقيقة 36 من الشوط الثاني في ذاك المقابلة. اليوم يلعب مقابلة كاملة ضد فريق ريال مدريد ومقابلة جميلة ما شاء الله عليه اللي كتخلينا حنا كمتتبعين للشأن الكروي نديروا واحد بسيط من الأمل على الدفاع المنتخب الوطني اللي ولات فيه مؤخرا كثرة الإصابات بعد إصابة عميد المنتخب الوطني غانم سايس في الكاحل ديالو خلال إحدى الحصص التدريبية مع نادي السد الأسبوع الماضي، والإصابات المتكررة للاعب شادي رياض مع فريق كريستال بالاس بعد العوده من الاصابه بالرباط الصليبي. حتى قلنا تهنينا من هذه كثره الاصابات في المنتخب الوطني المغربي اللي هو اكبر تحدي كيواجهه وليد الركراكي في هذه كاس افريقيا في المغرب 2025. الى جينا نقارن ما بين السكواد اللي عندنا حاليا في المنتخب فلا خوف على الهجوم والاجنحه وسط الميدان وحراسه المرمى كذلك اللي كاينين فيه نجوم كبار واخا مازال صغارين في السن كايوب بوعدي والياس بن الصغير وادم ازنو والقائمه طويله. جيل جديد من اللاعبين ومن الطراز العالمي الاهم مازالين صغار ما شاء الله عليهم. يعني المنتخب الوطني المغربي غادي يستثمر في هذه الموهبه واحد 10 سنوات قادمه ان شاء الله حتى كاس العالم 2030 اللي غادا تنظف بلادنا ان شاء الله. دابا اللاعب ابراهيم دياز اخوتي الكرام كما كتعرفوا انه ملعب الا دقائق معدودات في كل المباريات الاخيره بحال هذه المباريات ديال الكاس نورمالمون خاص ابراهيم دياز يكون فيها كاساسي لانها تعطى كفرصه لبعض الاحتياطيين اللي قليل فاش كيلعبوا في المقابلات الاخرى. هادشي اللي كيطرى لابراهيم دياز ماشي غريب علينا، اصلا ابراهيم دياز كيتعرض للتهميش من طرف اداره ريال مدريد مش شحال هادي. هادشي كامل لصالح ابراهيم دياز ما يخلي الانديه اللي باغاه تزيد تطمع وتضغط على اداره ريال مدريد. واحد الجريده اللي معروفه يا اخوتي الكرام ومقربه جدا من ريال مدريد اللي الاسم ديالها في شخيص في هاد 24 ساعه الاخيره غادا تحط واحد المقال جديد غادي يكون قنبله الموسم لصالح ابراهيم دياز بان ليفربول دازت للمرحله الاخيره في التعاقد مع ابراهيم دياز. تبعوا معايا مزيان وقراو معايا اش قالوا الاسبان بنفسه. قال لك اسيدي ان العرض اللي قدم ليفربول يصعب رفضه من ريال مدريد وهذا ما يجعل مدريد قد يفكر في العرض الجذاب لليفربول. ليفربول على استعداد للقيام باستثمار كبير للحصول على خدمات ابراهيم دياز وضمان بديل عالمي الجوده في حال قرر محمد صلاح مغادره الانفيلد. وهذا الاهتمام اللي لقاه ابراهيم دياز من ليفربول كيعزز النيه ديالو في الرحيل، ولكن القرار النهائي كيبقى للاعب وايضا لاداره ريال مدريد. هما اللي كيدرسوا العروض اللي كتجي لابراهيم دياز واش غتستافد منهم باش تجيب لاعبين في المستوى العالي لريال مدريد. ودابا حاليا ملي كنشوف ابراهيم دياز لعب دقائق قليله جدا، هذا الشيء كيبين ان اللاعب من الصنف الثاني في تشكيله ريال مدريد. هذا الشيء كيخلي الناس يتساءلوا كيفاش ان ابراهيم دياز لاعب من الطراز العالمي واي فريق يتمناه راضي على الدكه مع ريال مدريد. راه اللاعب حاليا ما عنده ما يدير، كيتسنى شي تحرك من اداره نادي ليفربول وتلبي متطلبات ريال مدريد الماليه. راه اخبط نادي كيدير الماركتينغ للاعبين هو ريال مدريد، كيجيب لاعبين من الصنف الثاني من البرازيل وكيصنع منهم نجوم كيدي بهم الارقام نهار كتسالي مده الصلاحيه ديالهم في النادي كيتم البيع ديالهم باثمنه مرتفعه جدا اللي كنتمنوا نشوفوا اما مع روديغير ولا فينيسيوس جونيور. الفروق السعوديه غادي دير المستحيل باش تعاقد معاهم في هذا الميركاتو الصيفي. ليس راضي عن الدقائق اللي كياخذها في ريال مدريد، راه عنده كونطرا مع ريال مدريد خصو يكملها ويبين عليه الاحتراف ديالو لفريق ليفربول. وهذا الخبر اللي حطات اليوم جريده في شخيص كتقول على ان عرض ضخم قادم بالنسبه لابراهيم دياز. هذا الخبر والجريده اللي كتضغط على ريال مدريد راه في صالح اللاعب وكيطلع من القيمه السوقيه ديالو، كيخلي ريال مدريد في واحد الموقف يا اما يقبل العروض المقدمه لابراهيم دياز يا اما يدخل الامر الواقع ويلعب ابراهيم دياز كاساسي. ولكن مؤخرا كاين واحد الخبر كتقول ان اداره ريال مدريد كتقلب على مدراء من الطراز العالي، يعني القرار الوحيد اللي غادي يبقى عند ابراهيم دياز هو الرحيل. عرفتي شنو قالت لهم جريده دي ناسيونال؟ قالت لهم ان ابراهيم دياز اكثر بكثير من مجرد ان يكون بديلا للرباعي الاسطوري لريال مدريد اللي هما معروفين عند بيريز اللي هما مبامبي فينيسيوس جونيور ورودريغو. تخيل ملي كتنوض ديك الجرائد وكتقول لك ان ابراهيم دياز اكثر بكثير من انه يكون في الاحتياط. هذا راه بوحدو ميساج للاداره كيبين على الخبث ضد ابراهيم دياز بعد اختياره تمثيل المنتخب المغربي بدل الاسباني. انا شخصيا كنتمنى ينتقل لفريق ليفربول، راه احسن فريق يقدر ينتقل ليه ابراهيم دياز لانه يعتمد على السرعه ورا المرتدات وابراهيم دياز سريع جدا. تما فين غيلقى اللاعب ديك الضاله ديالو، تما فين غيلقى نفسه غادي يزيد يعطي مع المنتخب الوطني المغربي اللي كينتظر منه الكثير في هذه كاس افريقيا القادمه ان شاء الله. نتمنى للدولي المغربي وصانع الالعاب المنتخب الوطني كل خير ان شاء الله. دابا يا اخوتي الكرام ندوزو للخبر اللي كيخلي اللاعبين الصغار في السن ولاو كيختاروا المنتخب الوطني المغربي، وغندوزو للخبر الاخر وغادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي عنده واحد الاهميه قصوى في المنتخب الوطني المغربي. تعلمون اخوتي الكرام ان المنتخب المغربي حاليا ولات عنده واحد الهبه من جذب المواهب العالميه، ومؤخرا كيف ما انتم عارفين
ابراهيم الرباج لاعب تشيلسي واحد من الامثله الكبيره رغم صغار السن ديالو اللي تحدث عليه فابريزيو رومانو. طرق الموضوع ديال التمثيل ديالو للمنتخب الوطني المغربي انه دخل خانه ديال اللاعبين اللي منهم حكيمي ومزراوي امرابط اللي ما عمرنا سمع منهم. قال لك بغينا واحد الوقت ديال التفكير واش غنلعبوا مع المنتخب المغربي او لا، رغم انهم كان بامكانهم ان يلعبوا اساسيا في المنتخبات الاخرى. ناخذ مثال بلامين يامال. دابا لامين يامال اللي لعب مع المنتخب الاسباني شفتوا كيفاش القيمه السوقيه ديالو انفجرت بواحد الطريقه رهيبه. وابراهيم دياز اللي لعب مع المنتخب المغربي شفتوا كيفاش ان القيمه التسويقيه ديالو طاحت بواحد الطريقه رهيبه ايضا، لدرجه انه ما بقاش بينه وبين بن صغير شي فريق في القيمه السوقيه اللي باقي صغير في السن وكيلعب في فريق بحال موناكو يساوي 30 مليون اورو، وابراهيم دياز اللي كيلعب في ريال مدريد والليغا كيساوي 35 مليون اورو. يعني الفرق بيناتهم فقط 5 ملايين يورو. يعني واحد في مدريد وواحد فقط في موناكو. واش فاهمين الدقه اللي خدا ابراهيم دياز؟ والصوره اللي تضعت لي الا لعبتي مع المنتخب المغربي اشنو كيوقع لك؟ ها الا لعبتي مع المنتخبات الاخرى شنو غادي يوقع لك؟ الفرق في القيمه التسويقيه بين اللاعبين بجوج اللي كيحملوا الجنسيه المغربيه والاسبانيه يحط الاباء ديال بعض اللاعبين يفضلوا يختاروا منتخبات اخرى بدل المنتخب المغربي. وما دام جبت ايوب بوعدي خاصنا نتكلموا عليه، انا راه بعض الاخبار بزاف ان ايوب بوعدي اخوتي الكرام ما غاديش يحضر في معسكر ديال مارس لانه كاين استحقاقات مع المنتخب الفرنسي للشبان. واللاعب اللي غادي يلعب هذيك المباريات مع المنتخب الفرنسي غتكون واحد الدفعه مهمه بالنسبه ليه للمشوار الرياضي ديالو لانه باقي صغير. سيرتو في هذا العمر كيكونوا الكشافه ديال العالم كيمشيو يحضروا لهاد المباريات باش كيشوفوا اللاعبين والاداء ديالهم. بالنسبه لاختيار ايوب بوعدي للمنتخب الوطني المغربي، نحن واثقون تماما انه سيلعب مع المغرب. نحن اكبر من هذه الشكوك، ورئيس الجامعه كان واضحا عندما تحدث عن ايوب بوعدي. لذلك الشائعات التي كتقول ان ايوب بوعدي سيلعب للمنتخب الفرنسي مستبعده جدا وان لم تكن مستحيله، لكنها مستبعده بشكل كبير. نتمنى ان تتوقف الاخبار التي تدفع باتجاه اي اختيار ايوب بوعدي للمنتخب الفرنسي والتي هي في مصلحه المنتخب الفرنسي عن الترويج في صفحاتنا. نحن واثقون أن أيوب بوعدي سيلعب مع المنتخب المغربي، ولكن السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى ستبقى الوطنية الحقيقية تجعل أيوب بوعدي يقاوم الإغراءات الفرنسية الكبيرة جدا. نحن جميعا واثقون في اللاعب إن شاء الله غادي يمثل المغرب. هنالك بعض المنابر اللي كتقول أننا لا نحتاج هذا اللاعب وأننا في غنى عنه، ولكن اللاعب رائع. لنكون واقعيين ونتمنى أن يكون في المنتخب المغربي لأنه سيكون دعامة قوية وسيزيد من المستوى التنافسية في المغرب. نحن لا نملك الكثير من اللاعبين الذين يبلغون من العمر 17 سنة وتبلغ قيمتهم التسويقية 30 مليون يورو. في النهاية القرار كيبقى عند الأشخاص الذين يديرون المشروع الرياضي للمنتخب الوطني.